مستر كولر حقق مع النادي الاهلي ارقام مهمه جدا، واهمها هو بطوله السوبر المصري على حساب الزمالك، وبطل الكاس ولحد دلوقتي في الدوري بدون هزيمه، ورابع كاس العالم، وبيلعب قبل نهائي في دوري ابطال افريقيا، واخد السوبر المصري من بيراميدز. ففي حد ذاته دي ارقام مميزه جدا لمدير فني اشتغل في اجواء هاديه، اجواء مناسبه، اجواء بدون مشاحنات. كل واحد في النادي الاهلي عارف مهامه ايه، وعارف شغله ايه. عنده رئيس نادي مش كل شويه بيطلع ويلت عنده جهاز فني، جهاز طبي، منظومه متكامله جوه النادي الاهلي. كل واحد شغال عارف هو بيعمل ايه. وده اللي انا بقوله، عشان تنجح ما ينفعش تقول لي والله انا رئيس النادي يجيب اللعيبه قدامه ويوقفهم كده ويقعد يتكلم معاهم ويقول لهم انتوا، واللعيب يبقى واقف حاطط ايده جنبه. لا لا، الموضوع ما بيقدرش كده خالص. الناس اللي بتسال النادي الاهلي نجح بالحكام او نجح بالتحكيم او الدوله بتساند النادي الاهلي، الموضوع مش كده خالص يا جماعه. النادي الاهلي عنده مميزات تأهله للنجاح، عنده مدير فني محترم جدا جدا. الراجل مش هتلاقي واحد بيتدخل في شغله، هتلاقي سيد عبد الحفيظ عارف شغله ايه، هتلاقي علاء ميوب عارف شغله ايه. هو ده النجاح في حد ذاته. والاهم من ده كله عقليه اللعيبه اللي معاه. هل مثلا مارسيل كولر بيدير لعيبه قليله؟ لا طبعا، ده كلها نجوم، وده موضوع صعب جدا ممكن تلاقي اي حد بيشتغل فيه. ان انت تبقى شغال في شركه كلها عباقره، فانت عندك مشكله طبعا لو تلاقي واحد بيحصل له انفلات. ولكن امبارح تبان قوي في عقليه لعيبه النادي الاهلي. شوف علي معلول وهو بيحتفل بيقول لك والله بطوله مهمه جدا وهنحتفل دلوقتي، بس بكره الصبح عندنا ماتش الترجي. ايه يا عم في ايه؟ ده انا عايز افرح معاك. لا، ما عنديش وقت للفرحه، ما عنديش وقت للخروج عن النص، ما عنديش وقت للهزار للضحك. انا عندي شغل. النهارده خدت بطوله بطلع احتفل وبتاع، بعد ساعتين ركبت الطياره عندي ماتش الترجي. الاهلي هيقابل الترجي بدون جمهور. هل ده ممكن ياثر على اداء الترجي؟ لا يا عمنا خالص. ده الموضوع ممكن يدي الترجي اسبقيه في كل شيء. اولا جمهور الترجي بيبقى عامل كبير جدا ضاغط على اللعيبه، وفي الفتره الاخيره سلوكيات بعض من جماهير الترجي التونسي بدأت تتحول إلى يعني من الآخر كده بتأثر بالسلب على الفريق. فإن الترجي يلعب بدون جمهور هيبقى عنده إريحية بشكل كبير جدا، هيقدر يقف في الملعب، هيقدر يلعب من غير ضغوطات. وطبعا الموضوع مش سهل على النادي الأهلي، فما تفكرش إن أنت هتلاعب الترجي في رادس مثلا بدون جمهور فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة لك. رسالة كده لقناة أون سبورت. أنا دلوقتي جايب مذيع محايد تمام، اللي هو الكابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي وهو بيذيع الماتش عنده اخطاء كبيره جدا. الراجل اهلاوي وانا اهلاوي، ولكن انا بذيع لكل جمهور الكره المصريه، والفرقتين المعروف بيراميدز فريق مصري طبعا فريق مصري. فالطبيعي ان انا هطلع اقول ايه؟ والله احنا عم لا، انا ممكن اقترح عليك حاجه تانية. بدل ما انا جايب مذيع وهو عامل نفسه مش اهلاوي، لا يا عم، انا اجيب مذيع اهلاوي واجيب مذيع بيشجع بيراميدز. او هو لو هو ما الطبيعي بيراميدز ملهاش جمهور، بس هديله اوردر ان هو يطلع يشجع بيراميدز مع كل كوره. في كوره اتلعبت عرضيه كده من احمد الشامي، الكابتن مدحت شلبي بيقول لمحمد عبد المنعم ايه؟ بيقول له خلي بالك خلي بالك. مش عارف يا كابتن مدحت، المفروض ان انت بتقول كوره عرضيه وحلوه، ده الطبيعي. لكن انا اقول انا مذيع يا جماعه. احنا بنتكلم بقى في كوره ومنظومه كويسه، منظومه صحيه، منظومه تليق بالكره المصريه. ما ينفعش ان انا اطلع اجيب مذيع هو عامل نفسه مش اهلاوي وهو اهلاوي. ما ينفعش اجيب احمد الطيب ويعمل نفسه ان هو محايد. لا مستحيل. احمد الطيب معروف زملكاوي، اخليه يعلق على ماتشات الزمالك. هيعلق على ماتش اهلي وزمالك يبقى ده مذيع هنا اهلاوي وده مذيع هنا زمالك. واللي عايز يتفرج بحريه راي يا جماعه. وبس كده يا عمنا، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.